تجهيزات الفرح. القاعة هنحجزها فين ونقعد نلف وندور علشان نشوف ايه القاعة المناسبة، وايه القاعة المناسبة واللي تناسب المعازيم والعيلتين، ومين ده لا القاعة دي مش عجباني، لا القاعة دي حلوة، دي جي، حنة، فوتو سيشن وسيشن، وفستان الخطوبة، ونعمل ماتشنج مع بعض، هو يلبس البدلة ايه وهي تروح تدور على القوافير وتشوف تسريحة شعرها، وان كانت محجبة تلبس طرحة مناسبة يعني ملائمة ليها. ترند من الترندات نعمله على الزمن القديم، ترند من الترندات مثلا نعمله ايه كفرعوني، نعمل مثلا ايه، نعمله ازاي شيء جديد ترند جديد، او ان احنا مثلا نقول للبنات العيلة من هنا او من هنا ان هم يلبسوا يونيفورم موحد او فساتين موحدة، واللون يكون اصفر، يكون مثلا بينك بامبي بنفسجي. نعمل حاجات مناسبة، نصور هنا، نصور مثلا في الساحل الشمالي، او نشوف مين المطرب المناسب اللي هيجي، عمرو دياب، محمد منير، محمد فؤاد، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، والتجهيزات دي كلها. تعالوا نرجع كده بالزمن لأيام القدماء المصريين. أيام القدماء المصريين ما كانش فيه الكلام ده كله، ولا الرقص ولا الحاجات دي كلها، ولا نعمل الليلة دي كلها. كانت الموضوع بسيط جدا جدا، ان انا اروح عند ابوها اطلبها منها، وافق، هي وافقت، تيجي تدخل البيت منتهى الفرش في منتهى البساطة، تخش برجليها اليمين يقول لها نورتي يا عروسة، هي تقول له نورتي بوجودك يا حقيقي يا حبيبها، طبعا زوجها بقى. والدنيا بسيطة وعادي وجميلة، ولا فوتوسيشن ولا أي حاجة ولا الكلام ده كله خالص خالص. المهم، بس هنا ستوب ولحظة واحدة، اتفقنا على حاجات وفي عادات بقى كانت منذ قديم الأزل، زي النيش مثلا. النيش ده على سبيل المثال كان عبارة عن ايه؟ كانت العروسة تجيب يعني اللي هي الأواني الفخارية والأواني الذهبية والأواني الفضية، وتحطها في دولاب كده، وتيجي بقى ايه تتمنظر وتتفشخر على ايه، على اللي هم ما يجولها في ليلة الصباحية عشان تفرجهم على الحاجات اللي هي جابتها، وطبعا تبقى سعيدة ومفتخرة باللي هي جابته. اللي هو دلوقتي مشكلة النيش وما أدراك ما النيش، مع اختلاف انه بقى دلوقتي بقى زجاجي، الاول كان خشبي، وطبعا كان زي ما قلت لكم اواني فخاريه وذهبيه وفضيه، دلوقتي بقى كريستالات وصيني واركوباك ايروبكس والميلامين والحاجات دي كلها، ده الاختلاف. لكن هو النيش والمنقولات والقايمه دي من ايام الفراعنه، لان كانت الحاجات اللي هي بتجيبها دي الاواني الفخاريه والحاجات اللي في النيش دي كانت بتاخدها وتروح عند كبير الاثريين ويكتب لها قايمه بالمنقولات دي كلها، كان اسمه عقد موثق مدني، وكانوا بيتجوزوا بالطريقه دي. فهو القايمة أو النيش فهي منذ قديم الأزل، وهي من أجداد وعادات وتقاليد أيام أجدادنا الفراعنة. المهم، كمان كان بيكتب لها حاجة اسمها تعويض مالي زي مؤخر الصداق كده لو حصل انفصال، وكانت جريمة كبرى كبيرة جدا وتستوجب الانفصال لو الزوج خان زوجته، مع العلم ان هو كمان كان لازم يحضروا حوالي 4 من الشهود لشهادة الطلاق، لكن كان في الزواج حوالي 16 شاهد بيساهموا في، يعني مثلا بيشهدوا على عقد الزواج. كمان زي ما قلت لكم لازم يدفع غرامة مالية أو جزء من ممتلكاته في حالة الخيانة والانفصال، وهي لو أحبت رجل غيره كانت برضو بتدفع غرامة مالية، ولازم كانت تدفع كمان تلت من ممتلكاتها. ولما كان بيحدث انفصال كان لازم ان هو الطليق ان هو لازم يدفع لها نفقات زينة، الزينة بتاعتها يعني زي مكياج والحاجات دي، وكمان لازم يدفع يوميا، لازم مكيال من القمح، لكن شهريا يدي الزيوت اللي احنا بنستعملها ديت. وهي دي كانت لازم الحاجات والمعتقدات منذ قديم الأزل أيام الفراعنة. فكانوا في الحالة دي هي دي العادات اللي هي لسه متوارثة لغاية وقتنا هذا، مع اختلاف النفقة اللي هي النفقة اللي كانت دلوقتي لا تسقي المية، حتى ما بتسقيش المية. المهم، هنا بقى هقول لكم يا رب ما يجيب انفصال طبعا، وربنا طبعا اهم حاجة يراعوا مراعاة الاطفال.
المهم، هي دي بعض العادات اللي هي ايه خدناها لغاية وقتنا هذا، مع اختلاف طبعا ان النفقة مش زي قيمتها بتاعت اجدادنا، لكن هي قلت وبقت عبارة عن فلوس زهيدة جدا، يعني ما بتدفعش ايجار بيت حتى. المهم، دلوقتي اللي حصل ايه بقى، في عادات برضو يعني مش موجودة، وطبعا اصلا هي غلط. ان كان في بيتجوزوا على سبيل المثال توت عنخ امون اتجوز اخته، كان الاخوات بيتجوزوا، لكن ده ما كانش مع عامة الشعب مستحيل، لكن كان في بس اللي هو ايه البلاط الملكي، ان هم كانوا بيحافظوا على دمهم، ومحدش من عامة او اي حد يقدر ان هو مثلا ان هو يتجوز حد من غير العائلة المالكة، ان هم لازم يكون كلهم ملوك في بعض ويتجوزوا اخوات بعض علشان يحافظوا على الدم الملكي. لكن كان في عامة الشعب لا، طبعا الموضوع ده ما بقاش منه طبعا دلوقتي. لكن النيش والنفقة اللي هي المبلغ الزهيد والمنقولات والقيمات دي لا زالت موجودة. ففي بعض عادات فضلت معانا، وفي بعض عادات طبعا لا يمكن تكون موجودة. هو ده كان فيديو النهاردة عن عادات القدماء المصريين، وحكاية النيش اللي محدش يقدر يقرب له ولا ياخد منه كوباية، مع اني شايفة ان هو منظر وفلوس على الفاضي بس كده وموجودة، وبتعمل مشاكل كتير قوي قوي بين العيلتين، لما الام او الاخت تيجي تاخد حاجة، او حتى الزوج ياخد حاجة من النيش، ممنوع اللمس والاقتراب. فيعتبر النيش مشكلة كبيرة عظيمة جدا جدا، توارثناها منذ قديم الازل. فهي دي حكايتنا من الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان احنا نكون مثلا، يا ريت نبقى في المعقول المعتدل مع غلاء الاسعار، يبقى فيه حنية من الطرفين، سواء من العروسة او العريس، في طلبات الجهاز والحاجات، علشان الدنيا تمشي وتبقى في منتهى البساطة وناخد منهم البساطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. فضلا ليس امر الله، كل ما جاش نورني في القناه اتمنى يجي نورني، اتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر. متشكره لحبايبي اللي معايا، متشكره لحبايبي بره مصر وجوه مصر، متشكره لحبايبي اللي جم ونوروني، الف الف مليون شكر. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا شكرا لكل حبايبي.